السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكعبة المشرفة تستعد لاستقبال كسوتها الجديدة. كل عام وأنتم بخير. إليكم تفاصيل هذا الخبر، ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتغيير كسوة الكعبة المشرفة اليوم الخميس، ويأتي ذلك إذانا بمطلع العام الهجري الجديد 1447. كل عام وأنتم بخير. فقد تم الانتهاء من إعداد الكسوة الجديدة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة في أم الجود بعد جهد امتد لنحو 11 شهر. وتمر صناعة الكسوة بسبع مراحل أساسية تشمل تحلية المياه والغسيل وصباغة الحرير باللون الأسود والنسيج والطباعة الهندسية للآيات القرآنية والتطريز بخيوط الفضة والذهب والتجميع والفحص النهائي. وتتكون كسوة الكعبة من 47 قطعة حرير أسود منقوشة، وهي مطرزة ب 68 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار 24. والوزن الإجمالي للكسوة يبلغ 1415 كيلوغرام. ويتم نقل الكسوة الجديدة من المجمع إلى المسجد الحرام في مقطورة مخصصة، وتبدأ مراسم فك الكسوة القديمة اليوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446 من بعد صلاة العصر. وتبدأ عملية التغيير الرسمية للكسوة الجديدة مع أولى ساعات يوم الخميس غرة محرم 1447. نسأل الله لنا ولكم حج بيته الحرام. لا تنسونا من صالح دعائكم والاشتراك بالقناة.